الحمير وسيلة نقل الفقراء ومعينهم منذ القدم، ورغم جهدها وصبرها لم تنل السمعة التي اكتسبتها الجياد والبغال، واليوم على ما يبدو بدأت تأخذ مكانتها التي تليق بها، مع اقتناع الناس أكثر وأكثر بقيمة حليبها الغذائية للأطفال حديثي الولادة. أعطيته لطفلي لأن فيه فوائد تعزز مناعته وتحميه من الأمراض. أعطي هذا الحليب أيضا لطفلي الأكبر. الإقبال المتزايد على حليب الحمير في إحدى القرى في جنوب الهند أفرز تجارة مربحة في مجال تربية الحمير، ورفعت سعر اللتر الواحد من حليبها إلى ما يعادل 29 دولارا، أي أغلى من أشهر أنواع الحليب المطروحة في الأسواق. ويقول باحثون إن مكونات حليب الحمير لا تقتصر على تعزيز مناعة الأطفال، بل يمكن الاستفادة منها في إنتاج مراهم علاجية وتجميلية مثل حالات الأكزيما وحب الشباب وتخفيف التجاعيد، كما يحافظ حليب الأتان على الرشاقة والطاقة وصحة القلب. يحتوي حليب الأتان على ذات خصائص حليب الأم. في الحقيقة يحتوي على دهون وبروتينات أقل بنسبة 2% من حليب الأم، وهو ما يجعله سهل الهضم لحديثي الولادة، كما أنه يحتوي على مواد تعزز المناعة. لذا أعتقد أن حليب الحمير يناسب الاستهلاك البشري. تجارة بيع حليب الحمير ليست جديدة، فهي رائجة منذ القدم في كثير من دول العالم، باستثناء الدول الإسلامية التي لا تجيز شرب حليبها أو أكل لحومها إلا لأغراض علاجية. ويعز التجار سبب ارتفاع أسعار منتجات حليب الحمير إلى تضاؤل أعدادها نتيجة صيدها للحصول على لحومها، وإلى صعوبة حلبها، فالعملية تتم يدويا عدة مرات في اليوم وبوجود صغيرها، ويصل سعر الكيلوغرام الواحد من جبن الحمير في بعض المزارع إلى أكثر من 1100 دولار.